السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعين طيب منوعات، كل سنة وانتم طيبين. عيد أضحى مبارك عليكم أجمعين يا رب. وده كان فطارنا يوم الجمعة. كنا صايمين الحمد لله يوم من أيام التسعة ذي الحجة. إن شاء الله اللي ما راحش حج السنة دي إن شاء الله السنة الجاية يكون على جبل عرفات. وكل سنة وانتم طيبين، ودايما كده بيوتكم كلها مليانة بالخير واليمن والبركات، ويجعل أيامكم كلها أعياد. اول حاجه هعملها هغسل الرز بتاعي كويس. ده كان كيلو رز، عصمته كده على الطواجن دي. وده كان كيلو لبن، ده لبن بقري. قبل بقى ما اقشر البطاطس والبصل واضرب بقى الطماطم في الخلاط، هنجهز الرز بتاعنا المعمر الاول. غسلته كده كويس وحطيت عليه اللبن ومديه معلقه ملح. معلقه ملح كبيره قوي كفايه على الطواجن على كيلو رز. وده برضو كيلو لبن بقري، ومعانا كمان قشطه. هحط بقى اللبن كده على الرز واسيبه كده مش هدخله الفرن على طول. على ما نجهز كل حاجتنا هتكون الرزايه كده شربت من اللبن ويكون طعمها جميل جدا. هنا بقى انا هضيف له قشطه. كانت عندي برضو من القشطه بلد كده، من بشيلها من اللبن الجاموسي في علب كده صغيره. انا بشوف بقى الناس بيحطوا السمنه البلدي هنا في الاول. طبعا كل شيخ وليه طريقه زي ما بيقولوا. انا بحب احط بقى السمنه بعد ما الرز يتشرب كده والطواجن كده تختم كده ويبقى شكلها جميل. هنحط بقى الكيلو اللبن. سبحان الله، هو جاي بالظبط، جاي كيلو اللبن على كيلو الرز. ده لبن بقري جميل جدا بيخلي الرز بقى طري معانا. وعندي بقى قشطه اهي. هنحط بقى للطواجن كده القشطه ونسيبها بقى كده على جنب كده. ونجهز بقى البطاطس ونقشر بقى البصل ونضرب عصير الطماطم. هنغطيهم بس كده الاول. كان في معلقه قشطه كده في العلبه، قلت برضو خساره نحطها كده في الطاوله. قشرت بس بطاطستين اتنين هقطعهم معاكم كده. والبصل اهو، انا بحب البصل كتير في الطواجن، بيخلي الطواجن كده معسله كده وجميله. وضربت عصير طماطم اهو، حوالي كده نص شفشق الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس بقى كبيره هعملها كده اهو، كده بقى انجف الحلو، ما تبقاش تخينه قوي ولا رفيعه، يعني بالحجم ده كده. قطعت بقى كميه البصل حلقان كبيره. لما بتكون البصله تقطعها كده بحجم كبير في الطواجن بتبقى جميله، يعني على ما تستوي كده بتبقى حلوه كده ومسكره في الاكل. يعني ما تقطعهاش قطع صغيره. في اكلات بتحب البصل مقطعاه كده صغير، وبرده في اكلات بتحب البصل يكون عريض كده او حلقان. عندي بقى توم مش هفرمه كده، هقطعه كده برده بالسكينه، برضو بيكون ريحته كده جميلة جدا. وده قرن فلفل حراق، هاخد بس نصه في الاول هنا ونصه التاني على وش الطاجن. ده بقى كان نص كيلو لحمة، وكمان فيه نسبة دهن، كام حتة دهن كده قطعتهم. انا ما بعمل طواجن فراخ او بطاطس ولا بحط زيت ولا بحط سمنة. انا حطيت هنا اللحمة نية وكمان فيها كده كام قطعة دهن قطعتهم. هتنزل نسبة الدهون اللي فيها كلها هنا في الطاجن. لو بقى سلقت اللحمه، في ناس بشوفها بتسلق اللحمه الاول وبعد كده تحطها في الطواجن. ضيفي بقى معلقه سمنه معلقه زيت براحتك برضو. هنا برضو قطعت طماطمتين كده على الوش، وحطيت توابل فلفل اسمر وسبع بهارات اللي انا عاملاها وملح. وحطيت بقيه نص فلفل الاخضر على الوش كده. هنحط بقى الطاجن البطاطس وهو متغطي، عشان انا مش عايزاه يتحمر وهو لسه ني، يستوي الاول وبعد كده نشيل الغطا من عليه. انا عندي بتنجانيه كبيره قلت اشويها، اعملها بابا غنوج كده بالزبادي والطحينه. شايفين ما شاء الله على الجمال، ما شاء الله. الرز المعمر اللبن اتشرب اهو والوش بقى جميل لونه كده حلو. هطلعه بقى حطوله السمنه البلدي، وكمان البتنجانيه استوت معايا اهي، شايفين طريه اهي وجميله اهي زي الزبده. هحطها لما بتحطي بقى البتنجانيه كده في كيس وهي سخنه،
بتعرق بقى كده جوه الكيس، وتعرفي بقى تقشريها بسرعه. نقفل بقى كده الكيس اهو، نسيبها بقى ايه كمان لما تبرد، ونرجع ايه نعملها بقى بالزبادي والهريسه والثوم. والطاجن البطاطس باللحمه لسه مغطياها عشان مش عايزه الوش يحمر وهو لسه ني شويه كده ايه، وهنشيل الغطا من عليه عشان ايه ياخد وش كده قبل ما اخرجه من الفرن. بالسكينه بس ايه هنعمل له كده ايه فتحات كده صغيره، عشان اول ما احط السمنه البلدي تنزل كده ايه تحت كده، عشان ايه منبوظش الوش كده. نعمل ايه بالسكين طبعا، وحاسين ان هو مستوي اهوت. لو مش مستوي بتزوديه بقى شويه ميه، يعني حاسه السكينه كده ايه بتنزل كده ايه بكل سهوله. في تكايه بقى انا بعملها كده للرز المعمر عشان يبقى بيلمع كده وانت بتغرفيه، ويبقى كده ايه مفلفل كده. بحط له بقى ايه معلقتين زيت نباتي، يكون طبعا نوعه كويس، يعني كده ايه معلقتين كده ايه على الوش. ولسه بقى ايه هنحط السمنه البلدي، حاجه كده ايه بسيطه اهو. ننزل بقى بالسمنه البلدي، بسم الله الرحمن الرحيم. نوزعها برضو كده ايه على الوش. طبعا ايه رز سخن هندخله بقى الفرن تاني يتلدن كده اهو. نوزع كده السمنه البلدي اهو، هتنزل بقى إيه كده عشان عملنا لها ايه خرام كده ايه بالسكين. كل كده طاجن معلقه كده. هتاكلوا بقى ايه احلى طاجن رز معمر، تحفه بصراحه. ده كفايه ريحته، كفايه ريحته. انا بصوا انا طماعه، انا بحب السمنه البلدي. هرجعه بقى تاني الفرن اهو، ونشوفه بقى في الاخر مع بعض مع طاجن البطاطس. هنا انا كنت قشرت بقى البتنجانيه وحطيت عليها معلقه هريسه وفصين توم وملح وكمون وزيت وخل وليمون وطحينه وزبادي، وفرمتهم كده في الخلاط بقى شكلها جميل جدا. وهعمل بقى عصير مانجا عشان الحمد لله كلنا صايمين، ربنا يتقبل منا يا رب، منا ومنكم صالح الاعمال. الله أكبر. وما شاء الله بقى طاجن البطاطس خرج اهو جميل من الفرن. والرز بقى سبته يتلدن على ما بغسل بقى شويه المواعين، خد اللون ده. كان جميل بصراحه في الاول، بس احنا برضو بنحبه ناشف، يعني الرز الوش بتاعه كده ايه نشف، بس شكله حلو برضو. ما لحقته الحمد لله. طاجن البطاطس بقى طالع بقى ريحته تحفه، واللحمه مستويه كده وزي الزبده. هنصب بقى العصير بتاعنا، وهنا خلاص كان المغرب اذن. خلاص بقى كان خلاص المغرب اذن كده ايه، وقلت بقى ايه نقعد كلنا بقى نفطر كده، وربنا يديمها نعمة علينا يا رب. وما تنسوش بقى تدعوا لنفسكم ولاولادكم وازواجكم وكل الناس اللي بتحبوها، تدعوهم كده ايه الدعاء في الايام دي بيستجاب، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم اجمعين يا رب. والرز جميل بقى مفلفل معايا اهو وبيلمع كده تحفه بصراحه. واللحمه كمان زي الزبده مستويه، هوريها لكم كده بالشوكه بتتفصل معايا كده بكل سهوله. طاجن البطاطس بقى ايه عايزه اقول لكم ريحته كده ملت الشقه مع ريحه الرز المعمر. جربوه والله مش هتندموا. شايفين بقى لسه كان ايه بيطلع البخار بتاعه اهو كمان تحفه بصراحه. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي، سهله وبسيطه، وممكن تعملوها كمان في الاعياد جنب اي حاجه برضو بتحبوها. طاجن بطاطس سريع كده كله في الفرن كده، ما وقفناش بقى في كتير كده ايه على البوتاجاز، حطينا كل الطواجن في الفرن. وعلى ما غسلت شويه المواعين وروقت بقى الترابيزه كان الاكل بتاعنا استوى. شايفين اللحمه الانسجه بتاعتها مستويه ازاي، بتتفصص بكل سهوله. شايفين الجمال. اتمنى الفيديو يعجبكم، وفي النهايه اقول لكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك وكومنت كده حلو زيكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين وبخير يا رب.